تعرفي مشاكل مع ماما بالبيت بتزيد من وساوسي، وهي ما عاد تفهمتني، عم تجرحني بكلامها. يا حبيبتي يا ميرنا انت في مكان بعيد كل البعد عن الشيء اللي انا اتكلم عنه. انا اتكلم عن التغيير الداخلي اللي جواكي، ما له علاقه بالخارج. انت لما تتأدبي مع الله، الله يصرف عنك كل اذى، سواء من امك ولا اهلك. تقولي ما بعيش، انا بترك البيت. لو رحتي شفتي، لو تركتي بيتكم رحتي ان شاء الله في جزر الواق، ما ادري هي اللي فين موقعها، في اليابان اظن. اذا رحتي فين، طالما انت ما صلحتي علاقه بينك وبين الله، امك حتكون مثبته هنا، تصرفات امك مثبته هنا. بدل ما انت عايشه مع امك تحيل اللي تعرفيها من لحمك ودمك، حتجيك ام هناك يابانيه تغثك، تجلس لك كده في حلقك، تقول لك انت ليش سويت وليش عملت، تجرح خاطرك وتبهدلك. هي انت تشردي منها، هي موجوده حبيبتي. انت تشردي من امك، ما حتروح. اذا انت ما حليتي المشكله ما حتنتهي. تقولي لي انا بشرد من امي وانا خلاص مش طايقه اعيش معاهم في البيت. طالما انت ما حليتي المشكله مع امك ما حتنحل المشكله. حتى لو رحتي محل بعيد ما حد يعرفك فيه، حتجيكي واحده تشبه اخلاق امك تاذيكي من الناحيه السيئه، تغثك، توقف في حلقك، تقعد كل شويه تسوي لك مشكله. لين انت تعرفي ان المشكله الكبيره عندك تحليها بينك وبين نفسك، بينك وبين الله. من عرف نفسه عرف ربه. لما تعرفي سواد القلب والظلمة اللي جواكي هذه لازم يخرج بالذكر والاستغفار وتصفي يعني اللي بينك وبين الناس. الله يفتح عليك بصيرة ونور بالذكر، حتشوفي شيء عجيب بذكر الله.